فيلمنا بيبدأ وبنشوف بطلتنا هي وجدتها اللي بتشتغل غواصة بحر تقليدية. الستات دول بيغوصوا غريق في المحيط علشان يجمعوا أعشاب بحرية وصدف وحاجات تانية من قاع البحر. هي بتعيش مع جدتها في جزيرة لأن أبوها مات وأمها اتجوزت حد تاني، بس هي مش زعلانة، هي مبسوطة مع جدتها اللي بتاخد بالها منها بكل حب. وفي يوم جدتها بتشتري لها علبة ألوان خشب، ومن اليوم ده هي بتبدأ ترسم في كل حتة في البيت. وفي يوم هي بتبدأ تسأل جدتها وبتقول لها السما أكبر ولا البحر، فجدتها بترد عليها وبتقول لها البحر أكبر. فهي بتسألها وبتقول لها هو انتي شفتي آخر أي حاجة فيهم؟ بس جدتها بتقول لها حتى لو ما شفتهمش أنا عارفة إنك لما تكبري هتفهمي انتي كمان. وفي الليلة دي هي بتبدأ ترسم صورة لجدتها بألوان الخشب الجديدة، بس قبل ما تخلص تلوين الشعر جدتها بتقول لها تنام بدري علشان رايحين فرح في المدينة الصبح. فهي بتحط الألوان الخشب في شنطتها وبتنام جنب جدتها. وتاني يوم وهم في طريقهم للفرح بيقفوا في سوق علشان يشتروا حاجات، وفي الوقت اللي الجدة بتنقي فيه حاجات فجأة بتاخد بالها إن هي اختفت، فبتدور عليها في كل حتة بس مش بتلاقيها. فقلبها بيتكسر وبتعدي 12 سنة، وبنشوف هي اللي كبرت وبتقضي وقتها مع بنت اسمها مين، وبيروحوا محل مكياج مع بعض، ومين بتسرق مكياج كتير من المحل، والبنتين بيكونوا عايشين مع بعض من غير ما أي حد يرعاهم. ومين بتكون مهووسة بالجمال والمكياج في حين إن هي ملهاش أي شغف بالعالم ده، وبتحب إن هي تستخدم الروج علشان ترسم بيه. وبعدها بيظهر ولدين صحابهم بيجيبوا أكل وبيخلوا البنات يشتغلوا مقابل الأكل ده، والولاد بيطلبوا من مين إن هي تمثل وتقابل راجل في أوضة أوتيل، وبيوعدوها إن هي مش هتعمل أي حاجة وإن هو مجرد تمثيل بس. فمين بتكون مرعوبة وهي بتروح مكانها، ولما الراجل بيبقى لوحده معاها الولدين بيدخلوا الأوضة وبيبدأوا إن هما يبتزوه علشان ياخدوا فلوس. فالراجل بيقاوم وبيحصل خناقة، وبالغلط الراجل بيخبط راسه في حتة عفش وبيقع وبينزف من راسه. فهم بيكونوا مرعوبين وبيجروا بسرعة من الأوتيل وبيسيبوا المدينة وراهم، ودلوقتي هم مش لاقيين بيت وبيناموا في الشارع. ومين بتجيب أكل وهم بياكلوا وبيشوفوا صورة طفل مفقودة مطبوعة على علبة أكل، والطفلة دي بتكون هي. حتى بعد 12 سنة جدتها لسه بتدور عليها، وفي الوقت ده بنشوف جدتها في الجزيرة اللي بتكون لسه مكملة حياتها لوحدها وما وقفتش تدوير على حفيدتها اللي ضاعت منها كل السنين دي. وبنشوف سمسار عمال يضغط عليها علشان تبيع البيت، بس هي بترفض كل مرة لأن البيت ده مليان ذكريات وأمل، وهي مصدقة إن هي هترجع في يوم من الأيام. وجارهم الطيب سوب بيزورها لأن هو كان بيحب هي زي بنته بالظبط، وبيقترح عليها وبيقول لها مش يمكن جه الوقت تبيع البيت عشان توقف معافرة وتعيش باقي حياتها في سلام. بس الجدة بتقول لا مش دلوقتي، مش قبل ما هي ترجع البيت. وفجأة التليفون بيرن وبتكون الشرطة وبيقولوا إن هم لقوا هي. فقلب الجدة بينور من تاني. بعد كده سوك ومراته بياخدوا الجدة لمركز الشرطة، والشرطة بتكشف إن لما هي اختفت في الحقيقة أمها هي اللي كانت خطفاها، وبعدين أمها ماتت في حادثة عربية وجوز أمها ساب هي في ملجأ. والشرطة بتخلص كل الإجراءات وبياخدوا عينات تحليل الدي إن إيه. ودلوقتي بعد 12 سنة طويلة الجدة أخيرا بتشوف هي تاني. قلبها بيتملي فرح وحزن في نفس الوقت، والدموع نازلة من عينيها، وبتسأل ليه هي عمرها ما رجعت كل الوقت ده. فهي بتشرح إن أمها كانت قايلة لها إن الجدة ماتت عشان كده عمرها ما رجعت، بس دلوقتي لما لقت جدتها هي مبسوطة جدا. واحتفالا برجوع هي العيلة كلها بتعمل قعدة حلوة ومبهجة في بيتهم، وهي بتروح أوضتها وبتبص على كل الرسومات اللي رسمتها وهي صغيرة، وبعدين بتطلع علبة الألوان الخشب نفس العلبة اللي ضاعت منها زمان. فجدتها بتاخد بالها وبتقول لها لسه عندك دي. في اليوم ده في السوق كانت عاوزة تشتري حاجات كتيرة حلوة لهي، ومن كتر فرحتها ما خدتش بالها امتى سابت ايد حفيدتها. بس من النهاردة مش هيتعذبوا تاني مع بعض وهيقضوا ايامهم في سعادة. وفي الليلة دي الكل بيقضي وقت جميل مع بعض. بعد سنين كتير الفرحة اخيرا رجعت لحياة الجدة، بس رغم كده هي لسه حاسة ان هي غريبة ومش في مكانها. والصبح جدتها بتاخدها السوق تاني وبتشتري لها هدوم كتير، فستان للمدرسة وتوكة شعر، بس هي بتكون حاسة ان هي مش مرتاحة. ومن كابين التليفون بتتصل بمين، ومين بتقول لها ان الراجل اللي في الاوتيل ما ماتش، بس اداره الاوتيل طالبه غرامه كبيره، واصحابهم الولاد بيحاولوا باقصى جهدهم ان هم يلبسوا هي كل حاجه. فهي لما بتسمع كده بتقلق جدا، وبعدين بتقابل ولد من البلد هنا اسمه هان، ولما بيقرب يكلمها بتسأله انت تعرفني؟ فهان بيرد عليها وبيقول لها كل حد في القرية دي يعرفك، وبيركبها معاه على العجلة وبياخدها بيته، وهناك بيتكلموا وبيتعرفوا على بعض. وتاني يوم هي بتروح المدرسة وهان بيقعد جنبها، وفي نفس الوقت الجدة بتطلب من ميونغ تعرف مين مدرس الرسم في مدرسة هي، لأن هي بتكون عاوزة تخلي حفيدتها فنانة علشان هي بتحب الرسم جدا من وهي صغيرة. وفي المدرسة مدرس الرسم ما بيديش موضوع معين للرسم في الفصل، وبيقول للطلبة يرسموا أي حاجة هم عاوزينها. وفي الوقت اللي كل الطلبة بيبدأوا إن هم يرسموا هي ما بترسمش أي حاجة، فالمدرس بيقرب منها وبيقول لها ممكن ترسمي أي حاجة انت
انت عاوزاها، بس هي بترمي القلم وبتقول مفيش حاجة جاية في دماغي، وبتسأله انت هتطلعني بره الفصل، بس المدرس بيرد عليها وبيقول لها ان لحد ما ترسم حاجة هتفضل قاعدة في الفصل. وكل الطلبة التانيين بيخلصوا رسوماتهم وبيمشوا، بس هي بتكون لسه قاعدة هناك قدام اللوحة الفاضية وما عندهاش أي رغبة ترسم بالرصاص خالص. فالمدرس بيقول لها انت عنيدة بجد، وبيقول لها بعصبية روحي بيتك يلا. فهي بتقوم تمشي، بس وهي طالعة شنطة أقلامها بتقع وبيبان منها الروج بتاعها، فبتكسر الروج وبتبدأ إن هي ترسم بيه. والليل بيليل والمدرس بيسألها انت ليه ما روحتيش البيت وبتعملي ايه هنا لحد دلوقتي. فهي بتقوله وهي زعلانة أنا خلصت رسمتي وبتمشي. والمدرس بياخد باله من الرسمة الرهيبة اللي هي عملتها بالروج والفحم. والوقت اتأخر بالليل والجدة بتكون قلقانة جدا، ولما هي بتوصل البيت جدتها بتقول لها تعالي يلا علشان ناكل. وهم قاعدين بياكلوا الجد بحب بتأكل هي طبق الرز المخصوص بتاعها، ورغم ان هي كانت مترددة في الأول بس في الآخر بتاكل. وتاني يوم مدرس الرسم بينادي هي في جنينة المدرسة علشان ترسم، وبيطلب من هي ان هي ترسم تمثال هناك. فهي بتكون متحمسة وبتطلع علبة ألوانها، بس المدرس بيقول لها تستخدم قلم رصاص بداله، لكن هي بتحب تلون بالألوان مش ترسم بالرصاص لأن الشغف مش هو بالنسبة لها. وفي الوقت ده جدتها بتتكلم مع ميونغ عن هي من ساعة ما رجعت، وبتكون لحظة إن هي بتعافر علشان تتأقلم، بس باين عليها إن هي مش مرتاحة مع البيت القديم. الحمام قديم وكل حاجة حواليها، عشان كده الجدة بتبدأ تفكر تعزل لشقة حديثة علشان خاطر هي. وبعدها بنشوف هي اللي بتلاقي كتاب رسم في البيت بتاع مدرس الرسم، وبتبدأ تقدر شغل المدرس أكتر وأكتر. ولما الجدة بتشوف حفيدتها مهتمة تتعلم بتبقى طايرة من الفرحة. وبعدها بتتصل بسمسار لأن البيت اللي حمته رفضت إن هي تبيعه لسنين طويلة أخيرا مستعدة إن هي تستغنى عنه من غير أي تردد، وبتوقع الورق عشان تبيعه عشان تقدر إن هي تنقل لبيت أحسن مع هي. وفي المدرسة مدرس الرسم هو كمان بيبقى مصمم يساعد هي تكبر كفنانة. وفي يوم بيقول لها حاجة متميزة، انت دايما بتركزي على الظلال في شغلك بس افتكري الفنانين الكبار بيركزوا على النور. وبعد المدرسة هان بياخد هي لحتة خضرة هادية وبيشغل لها مزيكا على صب صغير وبيحاول يخليها تتبسط. وفجأة تليفون هان بيرن وهي بتبص عليه، فهان بيسألها انت عاوزة تتصلي بحد، فهي بتهز راسها وبتتصل بمين. بس قبل ما مين تتكلم الولدين بياخدوا التليفون وبيهددوا هي وبيقولوا لها ان هي لو ما بعتتش فلوس قريب مش هيسيبوها في حالها، وكمان مش هيسيبوا مين. فهي بتبدأ تترعب، وهي في يوم بتقول لمدرس الرسم ان هي خلاص مش عاوزة ترسم تاني لانها مش عاوزة تكون جزء من كل ده خلاص. فالمدرس من غير ما يتكلم بيفتح دولاب وبيطلع كل الحاجات اللي جدة هي دفعتها علشان تدعمها، وبيقول انا عارف ان حياتك ما كانتش سهلة بس بصي لجدتك هي بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تديكي حياة احسن، مش قادرة حتى تحاولي عشان خاطرها. وهي مستوعبة قد ايه جدتها بتضحي عشانها، وهي بتبقى متأثرة جدا. وفي اليوم ده القرية بتحتفل بمهرجان والكل وبما فيهم الجدة بيكونوا مشغولين بالطقوس، وهي تستغل الفرصة دي وبتتسحب لأوضة جدتها علشان تسرق فلوس من الدولاب. وفي نفس اللحظة جدتها بتدعي عشان سعادة هي وبتتمنى لها تبقى فنانة كبيرة وتعيش حياة مبهجة. وهي بتاخد دفتر الحسابات وبتروح البنك علشان تسحب الفلوس، بس في آخر لحظة بتتردد وما بتكملش الخطوة. ولما بيرجعوا البيت الجدة ما بتلاقيش الفلوس فبتتصل بالشرطة، بس ميونغ بتفكرها وبتقول لها انتي سلفتي الفلوس دي للجارة الشهر اللي فات، وبتقول لها انتي مش فاكرة ولا ايه. فالجدة كانت ناسية تماما. وبعدها بنشوف هي وهي حاسة بالذنب وبالراحة بترجع دفتر الحسابات للدولاب، بس سوق بيشوفها وهي بتعمل كده فبيشك في حاجة. ولما بيرجع بيجيب سيرة للجدة بس هي بترفض انها تصدقه. وبعدين الجدة بتلاقي ان هي كانت بتدخن وبتخبيه بسرعة، بس الجدة بتقرب منها وبتقول لها هاتيلي واحدة انا كمان. وهي قاعدة جنبها الجدة بتولع السيجارة وبتسألها قوليلي مين اكبر البحر ولا السما، فهي بترد وبتقول السما طبعا. فالجدة بتبتسم وبتقول لها انت كبرتي، وبعدها بتقول لها مهما الحياة بقت صعبة لو في حد جنبك الحياة بتبقى اسهل بكتير، فعيشي حياتك بالطريقة اللي انت عايزاها، انا دايما هكون هنا علشانك وانا هاخد بالي من كل حاجة تانية. وتاني يوم هي بتشوف جدتها بتشتغل تحت الشمس فبتروح تحط لها صن بلوك على وشها، والجدة بتحس ان هي سعيدة جدا وهي بتستقبل الحنية دي من حفيدتها. وفي الوقت ده مدرس الرسم كان شغال بجد علشان يساعد هي تكبر كفنانة، وهي في المقابل بتاخد بالها من مدرسها هي كمان، وهي دلوقتي عايزة تعيش كشخص أحسن. وفي يوم بتسأل جدتها لو تقدر تغوص معاها في البحر، بس الجدة بترفض لأن هي مش عاوزة هي تكون غواصة زيها، بس عشان تديها التجربة بس بتجيب كل معدات الغوص، أنابيب الأكسجين ومعدات السلامة، وبتاخدها للمية. وهناك وهي ماسكة إيد هي بتوريها الجمال اللي بيطير العقل لقاع المحيط.
وفي اليوم ده هي بتجيب رسمة جديدة توريها لمدرسها، ودي بتكون صورة لجدتها، فالمدرس بيبقى مبهور ومذهول تماما من الجمال اللي هي رسمت بيه، وفورا بيبعتها لمسابقة رسم في سيول. وبعد المدرسة وهي ماشية رايحة البيت مع هان، راجل فجأة بينادي عليها، وفي اللحظة اللي بتشوفه فيها وشها بيتغير، وبسرعة بتمشي مع هان وبتواجه الراجل وبتسأله بيعمل ايه هنا وازاي وصل لها. والراجل ده بيكون جوز أمها، نفس الشخص اللي سابها في الملجأ بعد ما أمها ماتت، وبيكون جاي دلوقتي علشان يطلب فلوس. بس لما هي بترفض بيهددها وبيقول لها ان هو هيروح لجدتها، بس هي بتقوله لا، وبتقول ان هي اللي هتتصرف في الفلوس بنفسها، بس اهم حاجة ما يقربش من جدتها. وفي الليلة دي هي بتوري الرسمة لجدتها، والجدة بتبقى طايرة من الفرحة وهي شايفة الحب والموهبة اللي في شغل حفيدتها. وبعدين في نفس الليلة هي بتنهار وبتعيط، وبتطلع الرسمة الكرتونية بتاعت طفولتها اللي ما كانتش كملت لجدتها، وأخيرا بتكملها. وتاني يوم هي بتسافر سيول مع مدرسة عشان مسابقة الرسم، بس قبل ما تروح المكان بتقابل جوز أمها في السر وبتديله الفلوس، نفس الفلوس اللي كانت سرقتها من جدتها، وبتقوله يطلع بره حياتها للأبد. وبعدين بتروح المسابقة، بس أول ما بتخلص مدرسها بياخد باله إن هي اختفت، وفي جواب سابته وراها كتبت فيه أنا سميت الرسمة دي اعتراف، حتى دلوقتي أنا لسه بفضل الضلمة لأن النور مش متفصل عشاني، عشان كده أنا ماشية، أرجوك خد بالك من جدتي. وفي الوقت ده سوق بيوصل بيت الجدة ومعاه تقرير DNA، ووفقا للنتائج هي مش حفيدتها الحقيقية، بس الجدة بترفض إن هي تصدق والحزن مدفون جوه قلبها، وبتقول لسوك أنا مش معترفة بده، وبتطلب منه إن هو يمشي. وعلى الناحية التانية بنشوف هان اللي بيكون مش مرتاح وعمال يفكر في كل حاجة، وفي الآخر بيقرر يتصل بالرقم اللي هي كانت اتصلت بيه من تليفونه، وده اللي خلاه يتكلم مع مين بالليل. وبعدها بنشوف هي اللي بتقابل مين، بس الولدين بيظهروا هما كمان وبيضغطوا عليها علشان الفلوس، ولما ما بتقدرش ان هي تدفع بيبدأوا ان هما يضربوها. بس في اللحظة دي هان بيوصل مع الشرطة، وبيبان ان هان عرف كل حاجة من مين وجاب مساعدة في الوقت المناسب، وهي بياخدوها في الحجز وجدتها بتجري عليها والدموع في عينيها، وبتسألها انت بجد مش هي بتاعتي؟ الكل بيقول انك مش هي، بس هما بيكدبوا صح، انت لسه هي بتاعتي مش كده؟ ودلوقتي أخيرا بنعرف حقيقة إن البنت دي مش هي الحقيقية، والشرطة كمان بتجيب أبوها والقصة الكاملة بتنكشف. من سنين فاتت هي اتاخدت من السوق عن طريق أمها، وفي الوقت ده أمها كان عندها بنت تانية من جوزها التاني، والبنت دي اسمها يون، وهي كانت بتعيط طول الوقت وبتترجى إن هي ترجع لجدتها. وفي يوم وهما في العربية هي وجوزها كانوا بيتخانقوا خناقة جامدة عن ليه هي جابت هي تاني، وإن ظروفهم المادية ما تسمحش بده. وبعدين حصلت حادثة، وفي الحادثة دي هي وأمها الاتنين ماتوا، وجوز الأم نجا مع بنته الحقيقية يون. وفي المستشفى ممثل من شركة التأمين جه وبلغهم إن في وثيقة تأمين على الحياة باسم يون، وطبعا بسبب طمع جوز الأم أعلن إن جثة هي جثة يون، وطالب بفلوس التأمين، وهدد يون الصغيرة علشان تسكت. ومن اليوم ده ورغم ان يون كانت عايشة اتكتب ان هي ميتة بالقانون، واتفرض عليها ان هي تعيش بهوية مسروقة باسم هي. فجدة هي بتعيط بحرقة على قبر حفيدتها الحقيقية، حتى بعد كل السنين دي فرحة ان هي رجعت لها كانت قصيرة، ودلوقتي بعد ما عرفت الحقيقة اتاخدت منها تاني. وبالنسبة ليون بيتحكم عليها بسنة سجن علشان خبت هويتها وسرقت فلوس من بيت الجدة، وهي في السجن بتفكر دايما في هي الحقيقية، وقد ايه هي كانت بتاخد حب من جدتها، وبتفتكر ازاي هي كانت اديتها علبة الألوان الخشب الغالية دي، وحواليها في كل حتة شايفة اللي خسرته. وفي الوقت ده الجدة بتكون متدمرة تماما، وفي دماغها لسه سامعة صوت هي صغيرة بتنادي عليها. وفي يوم مدرس الرسم بيزورها وبيقول هي كسبت مسابقة سيول للرسم، أنا جبتلك رسمتها. فالجدة بتكون مش عاوزة تقبلها، بس المدرس بيكون مصر وبيقول لها هي اتعلمت ترسم بالنور بسببك، دي رسمتك انتي، أرجوكي بصي عليها. فالجدة بتفتح الرسمة وبتعيط، والرسمة بتكون متسمية اعتراف، وبتظهر الجدة تحت البحر ماسكة ايد بنتين، واحدة هي الحقيقية والتانية هي يون، وطالعين مع بعض ناحية النور. ورغم ان يون ما كانتش حفيدتها الحقيقية، بس هي دايما كانت شايفة الجدة زي جدتها بالظبط، وكمان ادت لها مكان في قلبها. والجدة بتعيط لأنها من 12 سنة خسرت حفيدة، ودلوقتي بعد ما لقت واحدة جديدة خسرتها هي كمان. وبيعدي سنة ويوم بتطلع من السجن، ودلوقتي بتشتغل في محل. وفي يوم سوق بيجي وبيشوفها وبيقول لها إن الجدة تعبت واتنقلت لدار رعاية، بس في يوم مشيت ومحدش عارف راحت فين. فيون بتروح أوضة الجدة في دار الرعاية وبتشوف الحيطان مليانة بكل رسومات هي، وبتلاقي كمان بوستر الطفلة المفقودة القديم.
لما هي الحقيقية اختفت وفجأة بتفهم الجدة أكيد راحت فين، ويوم بتجري لنفس السوق المكان اللي هي الحقيقية اختفت منه من كام سنة. وبعد ما دورت في كل حتة أخيرا بتلاقي جدتها ماشية زي الروح الضايعة وتقريبا نسيت كل حاجة. بس أول ما بتشوف يون بلطافة بتطبطب على شعرها وبتبصلها بسكوت، وبتكون مصدقة بكل قلبها إن دي هي بتاعتها. وبعدها بنشوف سوك اللي بيزور سمسار العقارات وبيترجى إن هو يسيبهم يقعدوا في البيت اللي الجدة كانت باعته زمان، حتى بيعرض عليه إن هو يدفع إيجار. فالسمسار في الأول بيرفض، بس لما بيشوف دموع سوك في الآخر بيوافق. ومن 12 سنة الكل كان مزوق البيت على أمل إن هي ترجع، ودلوقتي الكل راجع يشتغل مع بعض تاني، مش عشان حفلة استقبال بس عشان يجددوا البيت القديم. لأن النهاردة الجدة أخيرا راجعة البيت، ودلوقتي يون اللي كانت عايشة باسم هي بتوصل البيت مع جدتها، ومع بعض بيبدأوا إن هما يعيشوا أيامهم بسعادة وماليين البيت بالدفى من تاني. وفي يوم بنشوف يون بترسم صورة لجدتها، والست الكبيرة بتقرب منها وبالراحة بتحط نقطة دهان أصفر على خدها، والاتنين بيموتوا على روحهم من الضحك كأنهم رجعوا لطفولتهم. ودلوقتي يون بتاخد بالها من جدتها على قد ما تقدر. وفي يوم وهم قاعدين قدام البحر الجدة بتقول السما مرتاحة على قلب المحيط، ولما يون بتسمع كده بتستوعب حاجة عميقة جدا، إن المحيط هو بجد اللي أكبر، لأن المحيط يقدر يشيل انعكاس السما جواه، بس السما ما تقدرش إن هي تشيل المحيط. وفي الليلة دي بعد ما غطت جدتها في السرير يون بتلاقي تسجيل قديم، فبتدوس عليه وبتشغله وبتسمع رسالة جدتها كانت سجلتها ليها وهي في السجن. وفي التسجيل جدتها بتقول يا هي هفضل اناديكي كده، أنا عارفة من زمان إن انت بجد مش هي بتاعتي. اللحظة اللي قلت فيها إن السما أكبر أنا فهمت إن هي بتاعتي أكيد هتقول البحر، بس حتى بعد ما عرفت ده ما قدرتش إن أنا أعترف، لأنك بقيتي حفيدتي انت كمان، انت بتاعتي يا يون، وانت لازم تعيشي كفنانة عشان أنا عشت حياة صعبة كغواصة، بس في الآخر لقيتك وقريب أنا هموت، بس صدقيني أنا مش عايزة أسيبك. وهي بتسمع صوت جدتها بتنهار من الدموع وبتقولها أرجوكي سامحيني يا تيتا. وبعد فترة بنشوف جدتها اللي دلوقتي في المستشفى وكانت دايما بتحب الورد، وعشان كده يوم بتملى حيطان المستشفى برسومات ورد، فجدتها بتبتسم وبتقول دي أجمل ورود شفتها في حياتي. وبعدها بتمسك إيد يون وبتناديها باسمها يون، ودي كانت أول مرة تقولها بصوت عالي، وبتقول ليون إن وقتها جه وإن هي لازم تمشي. فيون بتدمع وبتسألها طب وأنا هيحصل فيا إيه؟ فجدتها بترد عليها وبتقول لها أنت لازم عيشي حياة كاملة وجميلة، وبتقول لها شكرا إنك بقيتي حفيدتي، عمري ما هنساكي ولا حتى في حياتي التانية. وبعدها الجدة بتتوفى ويوم بتمسكها وبتفضل تعيط وبتقول لها بوعدك هعيش حياة جميلة زي ما انتي كنتي عاوزة. وبعدها بنشوف مشهد للجدة من تاني وهي بتجري بين الورود وماسكة ايد حفيدتها الصغيرة، ودلوقتي هم مع بعض للأبد. وبعدها بنشوف يون ست كبيرة فنانة ناجحة فتحت الجاليري الخاص بتاعها، رسوماتها معروضة بفخر وكل جيرانها ومدرسها والكل فخور باللي هي وصلت له. وبيخلص الفيلم. وبس كده، ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.